النادي الاهلي وهو جاي اسماعيليه، ده شرف كبير للاسماعيليه، ومن ناحيتنا هيبقى استقبال رائع لان هم في منزله الاخوه، وهو ده شعور كل اسماعيلاوي. المباراه النهارده رايك فيها ايه؟ الاحسن يكسب. محسن لمحمود جابر، ومحمود جابر كره كنترول محمد حازم، محمد حازم بيفرس وده يجيب جول، جول الاول للنادي الاسماعيلي يجيبه محمد حازم هداف الدوري وهداف النادي الاسماعيلي. كره حلوه قوي قوي عمله محمود جابر، طويله من لسه بقول لكم حسام حسن عمل فاول بدون لزوم او هاند بول، جابلها جول للاسماعيلي. خد انذار واتلعبت الكره لمحمود جابر طويله لمحمد حازم، ومحمد حازم جوه ال 18 ليه شأن طبعا. هداف الدوري محمد حازم الموسم اللي فات جايب 11 جول، والموسم اللي قبليه جايب 9 اجوال. وفي بطولات افريقيا هقول لكم محمد حازم عامل ايه. على طول محمد حازم في الدقيقه 13 يجيب الجول الاول للنادي الاسماعيلي. ولد محمد حازم في 7 من يونيو في عام 1960 في محافظة الجيزة لأسرة متوسطة الحال، ثم انتقلت أسرته بعد مولده ب3 سنوات إلى المنزل الذي عاش فيه حتى وفاته في 11 شارع حسن بهجت في شبرا، وكان ترتيبه في العائلة الثالث بعد شقيقه الأكبر الدكتور طارق وشقيقه خالد ثم شقيقته الصغرى. بالرغم من حياته الكروية استمر في الدراسة والتحق بالثانوية العامة وحصل عليها لينضم إلى كلية الشرطة، ولكنه لم يستمر فيها وتركها بعد 4 أشهر بسبب النادي. وفي عام الحادث الأليم كان في السنة النهائية وكان مصمم على التخرج من الكلية ولكن لم ينجح بسبب القدر. كان حازم يحب الكتابة والشعر، ويوجد في مكتبه الخاص بعض الكتب منها تفسير الجلالين للقرآن الكريم وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وكتاب الزهد بجميع أجزائه لأحمد بن حنبل، والإنسان روح لا جسد للدكتور رؤوف عبيد، وجميع كتب عباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل وأنيس منصور ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم ويوسف إدريس، بالإضافة إلى كتب أخرى في السياسة وعلم النفس والاجتماع. حازم كان مثقف بدرجة غير عادية، يمكن أنا حكيت قبل كده بس احنا بنحكي مرة في السنة فمفيش ما يمنع يعني. وكان مثقف بشكل غير عادي. فاكر مرة كنا مسافرين، كانت أول سفرية، كنا أظن رايحين تونس مع منتخب الشباب. فأنا داخل المطار فقال لي تعالى أنت رايح فين؟ فداخل قال لي لا، أما تيجي تخش المطار تخش هنا على اليمين. اليمين دي كانت المكتبة. كانت في مكتبه كده في بدايه المطار، في مدخل المطار على اليمين. قال لي تخش هنا وتشتري لك كتاب. انا كنت قارئ يعني، انا كنت احب القرايه بس مش لدرجه ان انا هطلع مثلا 10 جنيه ولا حاجه، كتاب كان ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه ولا بكام اشتري بيهم كتاب. قال لي اسمع الكلام، خد اللي بنجيبك كله واشتري بيه كتاب، واسمع اللي بقولك عليه ده وابقى ادعي لي. عشق حازم الكرة منذ الصغر، وكان شقيقه طارق نجم الشارع، وكان يصحبه معه في الشوارع المجاورة للعب الكرة. وظهر نبوغ حازم الكروي مبكرا واشتهر في شبرا والأماكن المحيطة. قد لعبت البيئة المحيطة بمحمد حازم في تكوين شخصيته، فكان يتميز بالقيادة والرجولة وكل صفات ابن البلد. وبعد وفاة والده في عام 1975 أصبح حازم من نجوم الإسماعيلي. وكان حازم ودودا حنونا برا بوالديه وإخوته وجيرانه وأصدقائه وكل من يعرفهم ويتعامل معهم. وكان متدينا يصلي كل الفروض ويقرأ القرآن عقب صلاة المغرب دائما، بل كثيرا ما استبعد من التشكيل لإصراره على الصيام في رمضان وعدم الإفطار. وكان حازم خفيف الظل ودائما يشيع جوا من المرح وخفة الدم بقفشاته الكثيرة. اولا كان خفيف الظل جدا جدا جدا، شنب وشكل تحس انه تتخض منه، لكن هو دمه خفيف بشكل رهيب جدا. طلعنا من المباراة فلقيته بيضحك. حازم كان زميلي في الجيش، كنا زي ما قال الكابتن محمود جابر، وده اللي فرق جدا في العلاقه في سلاح الاشاره. وقبلها كنا في منتخب الشباب مع بعض. فالمباراه دي بالتحديد طلعنا فكسبانين اظن 4-2. فلقيته بيضحك فقال لي 4-4. قلت له 4-2. قال لي لا 4-4. وبيتكلم يعني ايه بضحك كده. قلت له 4-4 يعني ايه يا حازم؟
قال لي احنا جبنا جونين صح؟ قلت له. قال لي واديت كوبريين؟ قلت له. قال لي عندنا في الاسماعيليه الكوبري بيبقى الجون يبقى 4-4 وقعد يضحك. وعارفين بقى الاسماعيلي لما يخسر من الاهلي والاسماعيلي شد وجذب وبعدين قال مشينا بقى مع بعض يعني هنفضل نتخانق؟ ما خلاص الماتش خلص هنعمل ايه؟ احنا اتغلبنا وانتوا كسبتوا، جبنا لكم حكم من رومانيا برضو كسبتوا، جبنا مش عارف مين، قعدنا نضحك ونهزر وننكت. بسنة 1971 عندما بلغ عمره 11 عاما ذهب حازم لاختبارات الأهلي واختاره عمر أبو المجد ليلعب للأهلي ضمن مدرسة الكرة، ولكن صالح يوسف استبعده من الاختبارات لضآلة جسمه فذهب إلى مقر النادي الإسماعيلي في مركز شباب الجزيرة، فتلقفه مدرب فرق الناشئين في ذلك الوقت الكابتن العربي وأميره. وظل حازم يتدرب مع الإسماعيلي حتى عادت الحياة إلى مدينة الإسماعيلية بعد ظروف الحرب والتهجير، وعاد الإسماعيلي للتدريب في الإسماعيلية، وكان كل أنشطة النادي في القاهرة قد توقفت مما دفع حازم إلى الانتقال إلى الزمالك، وكاد يوقع له إلا أنه رفض وفضل الإسماعيلي الذي كان قد ارتبط به وأحبه. وبدأ حازم يحضر التدريبات في الإسماعيلية، وبدأ تومسون المدرب الإنجليزي أن يهتم به ويتابعه وضمه للفريق الأول هو وزميله عماد سليمان، وكانت أول مباراة يلعبها أمام السويس في 17 سبتمبر 1977 بالسويس، ثم لعب أمام الترسانة وفاز الإسماعيلي 2-1، وسجل حازم الهدف الأول وسجل على أبو جريشة الهدف الثاني. وبدأ حازم في فرض نفسه داخل الملعب وسطع نجمه، وما كانت تمر مباراة حتى يسجل أو يصنع هدف، فكان حازم لاعب هداف فنان في تمريراته، يلعب الكرة من أجل المتعة وكان يمتع كل من يشاهد. ضربة الجزاء داخل حازم، حلوة جوه جون، جوه جون. حازم بيحط الكورة من ضربة جزاء وتبقى النتيجة الإسماعيلي 2 والترسانة 1. اعتزل علي أبو جريشة وسافر أسامة خليل إلى أمريكا، وتنطلق الرحلة الدرويشية لنجم الإسماعيلية الراحل محمد حازم، وتستمر كتيبة الدرويش بقيادة حازم ليلمع كقائد ذو شخصية قيادية. لعب حازم 197 مباراة في الدوري العام و21 مباراة في كأس مصر، وشارك في 15 مباراة دولية، كما لعب 8 مباريات دولية في بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. ويعد أصغر لاعب يحمل شارة القيادة في الإسماعيلي ومصر، حيث تولى قيادة الإسماعيلي وعمره 21 سنة، وتوج بلقب هداف الدوري مرتين بإحراز 11 هدف في الموسمين. أحرز محمد حازم أول أهدافه مع الدراويش في مباراة الترسانة يوم 23 سبتمبر، حيث فاز الإسماعيلي بهدفين لهدف واحد. أحرز الأول محمد حازم والهدف الثاني أسامة خليل، وأحرز التونسي هدف الترسانة، كما أضاع محمد حازم ضربة جزاء تصدى لها حسن علي حارس الشواكيش، وتلقى مواساة من المدرب صلاح أبو جريشة. بيرقص حازم، ملعوبة حلوة لعماد، بالشنك العماد، حلوة دندش، يلا دندش، بيلعبها بالعرض يا راجل وبتقلش. حمدي جوه جون، جوه جون، جوه جون. حازم بيحط الجول الثاني، برافو. وكانت المباراة العجيبة مع فريق مصنع 36 الهابط إلى دور المظالم، والذي تقدم على الإسماعيلي بهدفين في مفاجأة غير سارة للجماهير، حيث انفجرت ثورة بالمدرجات ضد الفريق ومدربه ليسجل على أبو جريشة الهدف الأول، ويتألق عماد سليمان بالمرور من لاعب دفاع المصنع واحد تلو الآخر، ويمررها تمريرة متقنة إلى محمد حازم ليحرز هدف التعادل في الوقت القاتل، مسددا الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس المصنع كهداف قدير. وقتها أشادت جريدة الأهرام بالصاروخ التهديف الرائع، واشتهر كثيرا في الإعلام المصري، وزع صيت محمد حازم كثيرا بعد تعليق علاء الحمول الشهير عن معجزة الدراويش الجديدة. وكانت أول مباراة له في كأس مصر أمام الأولمبي، وفاز الإسماعيلي 6-1 يوم 10/6/1977. وظل حازم يتألق مع الإسماعيلي في موسم 76-77. لعب حازم 12 مباراة في الدوري وسجل هدف واحد،
وفي الموسم التالي لعب 23 مباراة وسجل أيضا هدفا واحدا. وفي موسم 78-79 لعب حازم 22 مباراة في الدوري و5 مباريات في الكأس ولم يسجل أي أهداف. وفي مباراة الهدف الملغي لعلي خليل يفوز الإسماعيلي بهدف الهر على أبو جريشة من تمريرة رائعة من حازم كصانع ألعاب مميز عندما يتأخر خلف المهاجمين في ديسمبر 78. وتكررت نفس التمرير الرائعة من محمد حازم إلى علي أبو جريشة ليحرز هدف الدراويش للتعادل مع الاتحاد في يناير 79. ليلفت الانتباه إلى حازم لدرجة مبالغة ببعض الصحف أنه يشكل ثنائي متفاهم مع الكابتن علي أبو جريشة. إلى علي يونس، محمد حازم، الهجمة، يلا يا حازم ما تبطأش اللعب، وبيشوط شوطة جامدة ويجيب الجول الأولاني محمد حازم. جاءت مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في فبراير 79 وفاز الأهلي بهدفين لهدف أحرزه عماد سليمان من تمريرة من حازم إلى أسامة إلى عماد، وتعادل مصطفى يونس من ضربة جزاء، ثم أحرز هدف الفوز للأهلي فوز سكوتي، وتلقى بعدها لكمة قوية من أبو ليلى حارس الإسماعيلي، ويطرده الحكم ليظهر حازم كقائد وقتها لإيقاف المشاجرة التي اندلعت بعد هدف الأهلي قبل النهاية ب4 دقائق، وتظهر شخصيته القيادية في تلك المباراة. وفي موسم 79-80 لعب 25 مباراة في الدوري العام وسجل هدفين، وهي الفترة التي كان فيها هداف الإسماعيلي علي أبو جريشة وسيد بازوكا وأسامة خليل. وبدأت خبرة حازم تكتمل كمهاجم وهداف بداية من موسم 81-82 الذي لعب فيه 24 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر، وأصبح هداف الإسماعيلي برصيد 8 أهداف. لعب حازم بموهبته أنظار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الألماني هيدروجوت، حيث انضم للفراعنة عام 1980 وعمره 20 عاما فقط، وظل لاعبا لمنتخب مصر حتى اللحظات الأخيرة من حياته. ولعب حازم 15 مباراة دولية ومثل مصر لأول مرة في بطولة البحر المتوسط عام 1983، ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1984، وأخيرا بطولة الأمم الأفريقية عام 1986. وتوج الراحل محمد حازم مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 التي استضافتها مصر، وتحت قيادة المدير الفني الإنجليزي مايكل سميث ومساعد الراحل شحتة. كما نال محمد حازم الميدالية الذهبية مع بعثة المنتخب الوطني التي شاركت بدورة ألعاب البحر المتوسط. وفي موسم 82-83 أحرز أيضا 8 أهداف، ولكنه لم يلعب 15 مباراة في الدوري و3 مباريات في الكأس. وفي موسم 83-84 لعب حازم 16 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس وأحرز هدفين. وفي موسم 84-85 فاز حازم بلقب هداف الدوري برصيد 11 هدف في 18 مباراة، بينما سجل هدفا واحدا من 4 مباريات في كأس مصر. وفي موسم 85-86 احتفظ حازم بلقب هداف الدوري برصيد 11 هدف أحرزها في 15 مباراة فقط، وسجل هدفا في كأس مصر في مباريتين. محمد صلاح عالية، طارق زين بدماغه، محمد حازم اللي بيرد في نص الملعب زي ما قلت لحضراتكم، بيلعب الكوره وماشي، وجنبه حماده المصري يلعبها للقماش، انما برافو محمد صلاح يقطعها وتفضل عادل وشوط شوطه جامده جوه الجول. الجول الاول لنادي الاسماعيلي يحرزه محمد حازم بعد مضي 14 دقيقه من الشوط الثاني. وفي مباراة اعتزال سيد عبد الرازق مع الترسانة كانت كل الأضواء مسلطة على محمد حازم الناشئ الجديد ذي الشخصية المميزة، وفاز الإسماعيلي 2-1 إذا أحرز السيد عبد الرازق هدفا بلعبة بهلوانية من ألعاب الهواء. وفي الموسم الأخير له لم يسجل حازم سوى هدف واحد أمام السويس من 4 مباريات لعبها في بداية موسم 86. وقد سجل حازم طوال حياته الكروية أكثر من 80 هدف في الدوري والكأس وبطولة أفريقيا والمباريات الدولية، ولعب بجوار عمالقة الإسماعيلي على أبو جريشة وأسامة خليل وسيد بازوكا، كما لعب مع حمدي نوح وحماد الرومي ومحمود حسن. ومن أفضل الهتافات التي كان يعشقها من جماهير الإسماعيلي محمد حازم هو اللي هيشوط. 30 دقيقة مش معقول.
وكانت آخر أهدافه في هذه المسابقة خلال مباراة فريقه أمام السويس، والذي يعد من أجمل أهدافه بعد أن راوغ جميع المدافعين قبل تسديدها في سقف الشبكة. وهدفه الجميل في إكرام حرس الأهلي في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس. وآخر المباريات التي لعبها كانت أمام المحلة بالإسماعيلية وانتهت بالتعادل بدون أهداف. ربطت محمد حازم بمحمود الخطيب علاقة صداقة قوية، وكانت بدايتها بمباريات الأهلي والإسماعيلي عام 1980، وشهدت تلك المباراة أحداثا جماهيرية عصيبة، وتلقى الخطيب كرسيا من المدرجات. وشارك محمد حازم في إخراج لاعبي الأهلي من الملعب وحمايتهم لتبدأ صداقة الثنائي. ويصر الخطيب على التقاط صورة بكأس الأمم الأفريقية 1986 مع حازم لتكون آخر صورة تجمعهما. وحرص مسؤول الإسماعيلي على إقامة مباراة تأبين للنجم الراحل أمام الأهلي، وحضر اللقاء أيضا فريقان المصري والزمالك، وذلك في يوم 23 نوفمبر 1986 لتوديع ساحر الكرة المصرية. شارك الخطيب بمباراة تأبين الراحل محمد حازم، وفوجئت الجماهير وقتها يحتضن صورة حازم ويجهش بالبكاء بأرضية الملعب. مستني جمال عبد الحميد لكن لعبها احسن لمحمد حازم ناحيه اليمين. ماشي حازم وعايز يرقص وعدى وماشي لجوه وبيلعبها بالعرض حلوه جول. ياه علاء ميهوب هو والجول مش فوق، بيلعبها عاليه فوق. خطيب بياخدها على صدره يا ولد، ووبا جول جول يا ولد يا. أحب حازم الفنانة الراحلة شادية، وكانت أمنيته الوحيدة رؤيتها. وعندما التقى فريق الإسماعيلي مع نظير الزمالك بالإسماعيلية، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف. سجل هدف الإسماعيلي محمد حازم بعدما أضاع ركلتي جزاء لفريقه، ولكن رغم ذلك هتفت الجماهير حبا له ولأدائه خلال المباراة. وكان يتابع اللقاء أحد الأمراء السعوديين، وأراد مواساة حازم فسلم عليه وسأله عن الأمنية أو الهدية التي يتمناها، وسينفذها له على الفور، تعبيرا عن إعجابه بعشق الجماهير له وتشجيعه في المدرجات. فكان رد لاعب الدراويش غريبا ولم يطلب مالا، بل قال إنه يتمنى لقاء الفنانة شادية. وكان القدر قد دبر للنجم الإسماعيلي مفاجأة لتحقيق حلمه، حيث كان مدير أعمال الأمير السعودي أحد المدعوين لحفل الفنانة شادية في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، ومع نجوم مسرحية ريا وسكينة لتوقيع بروتوكول عرض المسرحية في إحدى دول الخليج، وأنه سيأخذ معه محمد حازم لحضور المسرحية وحضور الحفل الخاص بها. ورغم أن مقابلة الدلوعة أمنية يتمناها اللاعب، إلا أن حزنه على خسارة فريق جعله يتردد في قبول الدعوة، وتم إقناعه في النهاية أنها فرصة لن تتكرر. وبالفعل التقى النجم الإسماعيلي بالراحلة شادية، وبعد الحفل سأله الأمير السعودي مرة أخرى عن الهدية التي كان يرغب فيها، فقال إنه بعد رؤية شادية والكلام والتصوير معها لن يطلب شيئا آخر. حازم الحقيقة أنا بقى يحضرني موقف، كان في أحد الأمراء العرب كان معجب بلعب حازم قوي، وجه في زيارة مخصوص وجه قبله، وكان معاه عماد سليمان ومجموعة يعني. فبقى يعني قال للحازم انت عايز ايه؟ اطلب مني اي طلب. والراجل يعني كان ساخي يعني جدا يعني. قال له اي طلب؟ قال له اي طلب حالا هلبيه لك. قال له اي طلب؟ قال له اه. قال له عايز اشوف شادية. فالراجل اللي اتخض قال له تشوف مين؟ قال له شوف شادية. انا بحب شادية لدرجة العشق. فالراجل حتى قال له يا اخي بقول لك اي طلب، عايز عربيه، عايز فلوس، عايز شقه. قال له عايز اشوف شادية. دي قصه حقيقيه خلي بال حضراتكم يعني، والتاريخ ده ما تلاقوش غير عندي انا وعماد سليمان في الوقائع دي يعني. فالراجل بقى قال له طب خلاص هوديك لشادية، عايز ايه تاني؟ قال له بس. قال له يا ابني شوف طلب ايه يعني، انت عايز ايه؟ قال له عايز اشوف شادية بس، مش عايز اكتر من كده. ما اعرفش بقى حقق له الطلب ولا ما حققهولوش، ده كان طلب حازم الوحيد، لا شقه ولا عربيه ولا فلوس ولا اي حاجه يعني. حصل حازم على 16 جنيها كأول راتب ثابت له عندما انضم للفريق الأول موسم 76-77، وكان آخر مرتب سوى 4 سنوات في الملاعب. وأصبح حازم يفكر كثيرا في تأمين مستقبله، وبدأ في عرض الأمر على إدارة النادي وطلب بمقطورة حتى يؤمن مستقبله من إيرادها. كان بس أنا كأم كنت دايما أقول له يا الله يا حازم أفرح بيك، يا حازم اتجوز. يقول لي لسه يعني أنا ما وقفتش على رجليا لسه، ما أمنتش مستقبلي، ولازم يكون لي إيراد ثابت
عشان إيراد فلوس الكرة دي مش ثابتة، ممكن أقع في أي وقت. يعني ما أحبش تبقى مراتي تصرف عليا. كان شجع الكابتن محمد حازم اللي وتوتر موقفه مع الإدارة بعد أن تفهمت الإدارة خطأ أن حازم يملي شروط على النادي، وتوتر الموقف وتضامن معه بعض الزملاء. وابتعد حازم عن الفريق ال5 مباريات الأولى في الدوري عام 1985 و86، ولم يستطع حازم الابتعاد وضحى بكل شيء. وبعد أن يأس من تنفيذ الوعود التي وعده بها البعض، بدأ يفكر في مشاريع أخرى مثل السياحة والدعاية والإعلان، ودخل شريكا بنسبة 10% في شركة لتوريد الصلصة والمعلبات، وساعده في ذلك أحد المدربين بالنادي، ولكنه وفاته المنية بعد توقيع العقد ب 24 ساعة فقط. من خلال مش كرة القدم بس، لأنه هو كان إنسان متميز وكان سابق سنه. يعني حازم كان في الحقيقة كابتن النادي الإسماعيلي هو عنده 22 سنة، وكان طبعا لاعب في منتخب مصر. ودايما اللعيبة اللي هي بتبقى خارج الأهلي والزمالك لما بتروح منتخب مصر بتبقى لازم يبقى لاعب فوق العادة، مش طبيعي يعني. وبالتالي احنا أمام شخصية هايلة جدا، شخص كان ودود جدا، ابن بلد. حازم كان قائد مش هيتعود للنادي الإسماعيلي رغم صغر سنه. كان كابتن فرقة وهو عنده 21 سنة، القدر خطفه وهو 26 سنة. كان هيبقى حاجة عظيمة طبعا. نتمنى ان احنا نشوف في النادي الإسماعيلي كذا حازم. يعتبر انا بعتبره شخصيا من اساطير النادي الإسماعيلي فعلا، رغم قصر المدة اللي لعبها. يعني حازم توفى 26 سنة. حازم جمع، يعني لعيب جمع مجموعة صفات نادرا ما تلاقيها موجودة في لاعب كورة. جمع المهارة العالية جدا، جمع القوة، جمع السرعة، قيادة. دي بقى الحاجة اللي هي الشخصية بقى بتاعته، قيادته وهو في سن صغيرة انه بيقود الفرقة، كابتن فرقة. اخد هداف دوري مرة او مرتين. اللي بيعرف كابتن محمد حازم ما يقدرش ينساه لغاية طول العمر الحقيقة. يعني انت شايف النهاردة مش بس اخواته اللي بيلعبوا في النادي الإسماعيلي، كمان من الأندية الأخرى. يعني النهاردة وده مش أول مرة كابتن طاهر أبو زيد موجود، كابتن جمال سالم من المقاولين العرب. اتفق خبراء الكرة على أن محمد حازم نجم الدوري العام في موسم 85-86، وكان قد فاز بلقب هداف الدوري موسمين متتاليين. وإلى جانب تسجيل الأهداف، كان حازم يمتع الجميع بلمساته الساحرة وتمريراته الجميلة. فقد كان حازم سريع وصاحب لياقة ومهارة عالية، وكان ماكينة لا تهدأ أبدا في الملعب. ففي هذا الموسم قدم حازم أداء راقي، وخطف الإسماعيلي مباريات كثيرة وتألق في كل مباراة، وكان العامل الرئيسي في حسم كثير من المباريات، وساهم في وصول الفريق للدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس. فقاد الفريق للفوز على فريق عاصفة موقاف بطل أفريقيا الوسطى، واجتاز مولودية وهران في الدور ال16. ورغم هزيمة الإسماعيلي 2-0 من فرق كلامو بطل زائر، إلا أن حازم استطاع أن يهزم الفريق ويحول الهزيمة إلى نصر بالإسماعيلية، ليفوز الإسماعيلي 3-0 ويصل الإسماعيلي إلى دور قبل النهائي ويقابل الأهلي، ويتعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة 0-0. ثم في لقاء العودة يسجل حازم آخر أهدافه، وينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، ويخرج الإسماعيلي بهدف اعتباري بعد أن أمتع حازم كل جماهير الكرة بفنه وأخلاقه. فكانت هذه المباراة من أجمل مباريات حازم، ونال إعجاب كل جماهير الكرة. وعلى فكرة يعني كابتن فرقة الحازم دي ليها قصة برضه. كابتن فرقة الفعلي المفروض أنا، لأن أنا لعبت قبل حازم بمباراة السويس، أنا بدأت الأول. فطبقا يعني للتقاليد إن اللي أقدم هو اللي بيبقى كابتن يعني. فجينا قعدنا مع، كان بعد مستر تومسون، كانت اعتقد في 81 تقريبا او 80. فكان بيقول الكابتنه يعني. فقعدت انا وحازم ومحمود حسن، حقيقه قعدنا مع بعض في اوضه وبنتكلم يعني على الكابتنه وكده. انا قمت انا لوحدي كده على طول، قلت له بص يا حازم، الكابتنه دي قصه كبيره ومش سهله، قياده فرقه تحتاج فعلا حاجات كتيره جدا، ماشي، وتبقى مش كوره بس، مش جوه الملعب بس، ده بره الملعب، وليها قياده، ليها صفات يعني كبيره انا شايفها فيك، ولازم تبقى انت كابتن فرقه وانا متنازل لك يعني فيها الحقيقه. ومحمود حسن كان نفس الشيء، كان قاعد يعني. فحازم خد القياده من هنا يعني، من سن صغيره جدا زي ما بقول لك كده. في عنده صفات القياده حاجات غريبه جدا وعجيبه. ايه هي؟
ان هو شديد جدا وقوي وفي نفس الوقت تحبه جدا. اللي بتحبه ودي حاجات نادره في الشخصيه، ان انت تجمع بين القوه وان انت تبقى قوي مع اللعيبه او مع زمايلك او في نفس الوقت بالظبط بيحبوك وبيحترموك. الله يرحمه حازم خد هذا اللقب مرتين بس ب 11 جول. وبعدين توفى، تشاء الظروف ان بعد ما توفى الموسم اللي بعديها ياخدها عماد سليمان، يعني نقدر نقول هم توأم جوه الملعب. بيكرروا لا، ب 11 هدف، يعني الغريب انه ب 11 هدف. فكان يعني الرقم بقى بعد ما الطرق الدفاعيه وضغط التكتيك زاد من ناحيه التنظيم الدفاعي ومراقبه المهاجمين والحاجات دي كلها قللت عدد الاهداف اللي بيحرزها المهاره العاليه اللي عنده. يعني انا بقول لك حازم متوفى في سنه 26 سنه، في 86 كان احسن لعيب في مصر. طبعا دي فعلا كان احسن لعيب في مصر في الفتره دي. هو مش كابتننا بمعنى اصح، هو اخونا الكبير كلنا، يعني يعتبر اخ لينا في الملعب واخ لينا بره الملعب، ومدربنا جوه الملعب ومدربنا بره الملعب، ومش كابتن بتاعنا وبس. يعني لواحد الحقيقه من ابرز نجوم مش بس النادي الاسماعيلي، ابرز نجوم مصر واحرفها على الاطلاق، الكابتن محمد حازم، أسطورة الكرة الإسماعيلوية اللي بالأمس كان الذكرى السنوية لرحيله الكابتن محمد حازم رحمة الله عليه. مش من الراحة ايه ده، هو كان أيقونة، وأهل الإسماعيلية كلها مين ما تتذكرش من حتى من الأجيال الصغيرة. الإسماعيلية والأندية الشعبية تحديدا وهقولها بيبقى عندهم كده دايما ابدا تكريم لنجومهم على مر العصور، وبيبتدي الحكايات تتناقل من جيل لجيل عشان يبقى عارف كان مين الرموز اللي قبل منه في المكان ده. كابتن محمد حازم من النجوم لحد دلوقتي طبعا بتذكر بكل خير في نادي الاسماعيلي وفي كل ارجاء محافظه الاسماعيليه. ارتبط محمد حازم برقم 11 طوال حياته الشخصيه والكرويه، حيث كان يسكن في المنزل رقم 11 من شارع حسن بهجت بحي شبرا، وكان اعز اصدقائه بالاسماعيلي عماد سليمان يرتدي رقم 11، وانضم الى الاسماعيلي ويبلغ من العمر 11، وحصل على لقب هداف الدوري العام مرتين برصيد 11 هدف، حتى توفي يوم 11 من شهر نوفمبر عام 1986. حازم الله يرحمه ويحسن اليه من احسن الكباتن اللي جم في مصر. انا بعتبره كابتن النادي الاسماعيلي نمره 2 هداف 86. لا انا مش عايز اقول هداف، ده انا الاول عاوز اديله حقه في ايه. عاوز اقول ان حازم هو كابتن النادي الاسماعيلي بعد المرحوم رضا، قائد بمعنى كلمه قائد، وهداف من الطراز الاول، وكان لعيب راجل بمعنى الكلمه. يعني حازم رغم انه كان صغير في السن انما ما كانش يعرف الدلع، كان راجل وبمجرد ما بتديله اي مأمورية او اي حاجة بينفذها بحذافيرها. كابتن محمد حازم احنا مش ممكن يتنسي. الذكرى بتاعته دي احنا يمكن بنجهز لها من اول ما بيخلص النهارده، بنفكر الذكرى الجايه هنتجمع ازاي، واحنا باستمرار على اتصال بالدكتور طارق اخو الكابتن حازم، ومفيش يعني العلاقه متواصله من الثمانينات، يمكن كان في علاقه من قبل كمان في وجود حازم الله يرحمه. كابتن محمد حازم طبعا انا مش هقدر اتكلم عليه، يمكن اتكلمنا كتير في كل ذكرى وكده، ولكن انا باكد على حاجه، ان حازم الله يرحمه كان قائد من صغره وعنده حته القياده. معنى انه يكون عنده 20 سنه ويتولى قياده فريق كبير باسم وحجم النادي الاسماعيلي، يبقى اذا او اكيد الناس المسؤولين شافوا في حته القياده دي من صغره وكده، وفعلا هو كان عند حسن الظن للمسؤولين. تعادل الاسماعيلي مع المحله في يوم 11/11/1986 بالاسماعيليه، وبعد المباراه جلس حازم صامتا في حجره خلع الملابس، وبجواره عماد سليمان ومحمود حسن. يعني حازم يعني كعادته قائد الفرقه بيوجهنا، بس هو كان حته النرفزه زي اللي فيه قلت، يعني كان هادي وسبحان الله، يعني ما تعرفش هو كان الهدوء مخيم عليه وبيتكلم معنا بالراحه، ويعني مثلا كان بيخاف على الفرقه فبيضطر انه يزعق وكده. الماتش ده ما كانش بيزعق، ويعني سبحان الله يعني خبر برضه فاجئنا، لان انا بعد الماتش روحت على طول بعد المباراه، انا ما كملتش، رجليا كانت اتعورت وكده، فهو عدى علينا، كنت انا واخويا قاعدين في الاستراحه، فكنت لسه معرفهم على كابتن حازم وكده، فقال لي يا ابو طالب ما رجلك وبتاع، قلت له كويسه الحمد لله كانت مفيش حاجه. قال لي عشان تبطل هرج معايا، عشان تبطل الاوفرات اللي انت بتعملها لنا الوحشه دي وبتاع.
قلت له يعني انت شايف كده؟ قال لي لا. طيب سلام عليكم، وراح مهرج معانا ومشي عادي. كان اخر حاجه طلبها مني اسجل له الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي في بطوله كاس افريقيا. محسن لمحمود جابر، ومحمود جابر كره تروح لمحمد حازم، محمد حازم بيفرد وده يجيب جول الاول للنادي الاسماعيلي يجيبه محمد حازم هداف الدوري وهداف النادي الاسماعيلي. كان بعد ما بيرجع من الماتش بيقعد تاني يعيد الشريط ويتفرج عليه ويشوف هو كان بيلعب ازاي والاجوان اللي حققها وكده. كان يوم الاثنين اخر مره شفته فيها قبل ما انزل شغلي. صحي معايا بدري على غير عادته، ودايما يصحى متاخر. صحي معايا بدري وقعد يضحك معايا ويهزر قبل ما انزل. كانت اخر مره اشوفه فيها. ايوه كان هو دايما يعني ينزل عادي. اليوم ده نزلت وياه باحساس خفي عشان اركبه العربيه تحت. دعيت له وركبته ومشيت وسبته ورجع نادى عليا تاني. قلت له عايز ايه؟ قال لي مش اخ ليا، كان صديق، وكنت دايما معاه في كل ماتشات الاسماعيليه. كل ماتش الاسماعيليه بيلعبه كنت بسافر له وبنرجع سوا، ونرجع قبله او يرجع بعدي. دايما في الماتش ده الاخراني يعني كان عارف ان انا جاي له المحله الاسماعيليه عشان اتفرج على الماتش، وظروف عطلتني فما رحتش في اليوم دوت. قبل الماتش بيومين قابلت حازم زي كل مره، وكان متفائل دايما وبشد عليه انه يلعب ماتش ويدوس على نفسه في اللعب، لانه هو اساسا لعيب فذ يعني. ثم توجه إلى سيارته الجديدة ماركة بيجو 405 وركب معه محمود جابر وعلي أغا حارس المرمى. وكان محمود جابر يجلس في الأمام بجوار حازم، ولكن طلب منه علي أغا أن يركب في الأمام لأنه طويل القامة، فركب محمود جابر في الخلف مع فاروق حسنين منظم الأبواب بالنادي. انطلق حازم بسيارته وقام بتموين السيارة بالوقود، ثم أدار آخر حديث له مع مرافقيه. واستمر الحوار حول المباراة بين رباعي السيارة حتى تقاطع نقطة المرور والإسعاف عند العلامة 45، وبعدها ساد الصمت في السيارة. وفي الساعة 46 دقيقة تقريبا ومؤشر السيارة يشير إلى 90، وعند العلامة 47 من الإسماعيلية فوجئ حازم بسيارة كبيرة بمقطورة تقف على يمين الطريق بدون إضاءة أو إشارات، وحاول حازم أن يتفاداها فوجد نفسه سيدخل في جزيرة الرمال، فارتد مرة أخرى واختلت عجلة القيادة، وانقلبت السيارة إلى الجهة اليسرى أكثر من 4 مرات وتنتقل إلى الجانب الآخر من الطريق وكأنها عائدة إلى الإسماعيلية. وقد اندفع خارجها بقوة الصدمة حازم وعلي أغا، وطار منظم الأبواب من الباب الشمالي الخلفي، بينما أظل في السيارة محمود جابر متشبتا بالكرسي الأمامي بقوة، فنجا من الموت بأعجوبة. توقفت السيارة المرة بالطريق وأسرع محمود جابر وهو لا يقوى على السير يبحث عن زملائه، فوجد علي أغا وفاروق حسنين بين الحياة والموت. وعلى بعد 10 أمتار خلف السيارة المهشمة كان يركض محمد حازم غارقا في بركة من الدماء وقد فرغ الحياة، والدماء مندفعة بغزارة من أنفه وأذنه وفمه وجانبه الأيسر. واستغاث محمود جابر بسيارة أجرة الإسماعيلية وطلب من صاحبها إبلاغ نقطة الشرطة والإسعاف، والتي تبعد مسافة بسيطة عن مكان الحادث. ثم جاءت سيارة الإسعاف وقام بنقل حازم للمستشفى العام بالإسماعيلية في الساعة 7، ونقل على الفور علي أغا إلى غرفة العمليات وأجريت له أشعة مقطعية لتشخيص الحالة من أجل علاجه، بينما نقل جثمان محمد حازم إلى المشرحة. وبعد بضع دقائق شاع الخبر وملأ أنحاء الإسماعيلية. قال لي هتمشي؟ قلت له همشي معاك يا حازم. قال لي طب انا هروح اجيب حاجه من السوق في اسماعيليه وارجع لك. نعم. اخدك. جه عشان اركب، محمد الرومي خطف الشنطه بتاعتي وحطها في عربيه الكابتن سانتوس وقال لي هتتعشى معايا وهنديك العربيه تروح بيها. حازم قال لي يلا يا كابتن حمدي. قلت له لا معلش يا حازم، روح انت. روح انت. قاعد جنبه محمود جابر. وعلي أغا قال له حازم خدني معاك. قال له ده انا هاخد حمدي نوح ومحمود حسن. قال له لا معلش انا عايز انزل معاك. انا ومحمود حسن ما رحناش مع حازم. علي أغا ركب ورا وحازم رايح على السوق يجيب حاجه من السوق ويرجع تاني. وهو راجع واحد بتاع اوضه اللبس شاور لحازم، قال له النبي يا كابتن خدني معاك القاهره وكده.
كان جاي من وزاره الشباب لقطع التذاكر. فحازم قال له معلش انا معايا الكابتن حمدي نوح لسه مستنيني في النادي، هو محمود حسن ومحمود جابر وعلي اغا. فحازم ادى الراجل 20 جنيه باين، قال له خد اركب تاكسي من هنا وروح الموقف وتوكل على الله. حازم راح السوق ورجع، خد علي اغا ومحمود جابر وطلع، بص في المرايه لقى الراجل لسه ما خدش تاكسي، قال له تعالى، راح راجع له يا سلام الله يرحمه عشان يركب. الله يرحمه. ركب جنب علي اغا. راحوا البنزيمه يمونوا. محمود جابر نزل يجيب من شنطه العربيه، كان جايب سندوتشات من النادي. علي اغا راح طالع قاعد قدام جنب حازم كده يا كابتن بالظبط. علي اغا راح طالع بسرعه قاعد قدام. محمود جابر قال له يا علي انت قعدت ليه قدام؟ قال له معلش يا محمود انا رجليا طويله. يا سبحانك يا رب. قعد جنب حازم. محمود جابر بقى ورا علي اغا والراجل على شماله. المهم حازم ماشي لقى عربيه على اليمين نقل مقطوره. فراح رايح شمال. راح شمال هيروح على التلتوار اللي في النص. رجع تاني العربيه كانت باور لسه مشتريها. لا اله الا الله. اول سفريه يطلعها اسماعيليه. فلقى عظم العربيه، راح راجع تاني اتقلبت. واحنا قاعدين بنتعشى انا وحماده الرومي ومحمود حسن، جه محمود جابر. حماده نزل حافي. حماده الرومي والله العظيم يا كابتن مصطفى كنا بنتعشى، حماده الرومي نزل حافي، جه مصر حافي، طلعنا على المستشفى على طول. قال له حازم مات يا حماده. لا اله الا الله. وعلي اغا اتنطر من العربيه. محمود جابر قال لنا قلنا له محمود بجد يا محمود؟ قال والله ده انا قعدت ورا ومسكت الكرسي اكني في علبه كبريت بالظبط. لا حصل حادث لمحمد حازم اللي كان طريق اسماعيليه ده. فالحادث ده اثر فيا لان كنت رايح جاي على الطريق وكنت هركب جنب حازم. يا سبحان اليوم الله. ده ربنا سبحانه وتعالى خلى حماده الرومي يخطف الشنطه بتاعت الكوره وقال لي هتتعشى معايا. قلت له انا عايز همشي مع حازم. قال لي لا، كان في واحد عندنا اسمه كابتن سانتوس جاب عربيه جديده وقال لي والله هديك العربيه تروح بيها. قلت له لا، ده عربيتي في اول طريق اسماعيليه. كناش عايزين ننزل الملعب فعليا يعني. كان الكابتن انوس الله يرحمه يمكن دخلنا الاوضه وفي اوضه اللبس يعني كلنا قاعدين مش قادرين ننزل الملعب فعلا يعني. خدنا فيها وقت ويمكن نزلنا بصعوبه يعني. وخلال لحظات تجمعت الإسماعيلية بكل مسؤوليها وقيادتها وقطاعاتها في المستشفى، والذهول والصمت فوق وجوه الجميع. ثم نقل علي أغا إلى مستشفى المقاولون العرب، ولكنه توفي بعد أيام من الحادث، وبات الجمهور الغفير داخل المستشفى بجانب جثمان حازم. وبعد صلاة الفجر تم نقل جثمان حازم إلى جامع المطافي بالإسماعيلية، ومنذ 8 صباحا توافدت الجماهير إلى الجامع، وفي 9 صباحا كانت الآلاف تحيط بالجامع من كل اتجاه. وصار الموكب المهيب في وداع لم تشهد الإسماعيلية سوى مرتين من قبل، في وفاة المرحوم رضا وفي وفاة حسن درويش. وبصعوبة بالغة اخترق جثمانه الحشود ووصل إلى شارع محمد علي، حيث استحال استمرار سير الجنازة بسبب تدفق الجماهير رجالا ونساء وشيوخا. وبذلت الشرطة جهودا كبيرا لتفسح الطريق للسيارة ليمر الجثمان إلى مسواه الأخير بمدافن البساتين. وكنا في النادي بعد الماتش، وبعدين كان حازم ومحمود وحمدي وعلي ومحمود جابر كانوا متفقين ان هم هيسافروا مع بعض مصر يعني بعد الماتش على طول. فطلبت انا من حمدي ومن محمود انهم يقعدوا معايا في الاسماعيليه، وبعد كده يبقوا يسافروا في عربيه بيجو. ففي الاول ما كانوش موافقين على سبيل ان حمدي كانت مراته تعبانه ومحمود كان عايز يسافر مصر يعني، وبعد كده وافق انهم يقعدوا. فمشي محمود جابر وحازم وعلي اغا والراجل عم فاروق ده اخدوه معهم. وبعديها بحوالي ما فيش ساعه الا ربع انا اخدت محمود وحمدي ورحنا البيت عندي بيت امي.
لقيت محمود جابر جاي في عربية بيجو وشافنا راح صارخ ووقع وحضني وقال لي حازم مات. فما صدقتش، انا قلت لمحمود لا محمود جابر جاي من صدمة وكده، يمكن مش صح الكلام ده. فسألته فين حازم؟ قال لي ده ركبت الإسعاف هو وعلي أغا وعم فاروق وراحوا المستشفى. أول ناس بقى كنا في المستشفى أنا ومحمود وحمدي، ورحنا لقيت حازم في المشرحة، دخلت وشفته برضه، طلعت لقيت علي بيعملوا له علاج هو عم فاروق. محمود كان كويس، كان ماشي معانا كويس يعني على رجله، بس كانت أعصابه تعبانة شوية. فاز بكأس الأمم الأفريقية 1986 ومع بداية موسم 86-87 وفي الأسبوع الأول بعد مباراة الإسماعيلي والمحلة وأثناء العودة للإسماعيلية يعني حصل الحادث الأليم وتوفى الكابتن محمد حازم، وبعديه على طول بعد جراحة توفى الكابتن علي أغا، وكمان توفى الإداري الكابتن حسنين فاروق. كانت ذكرى مؤلمة جدا على جمهور النادي الإسماعيلي اللي ده دايما كان مرتبط بالذكرى الأليمة. يعني قبل كده كان الكابتن حسن درويش، وبعد كده الكابتن محمد حازم والكابتن أيمن رمضان، ذكريات كلها أليمة. والكابتن طبعا العظيم الكابتن رضا اللي تحدثنا عنه قبل كده في حلقة. ذكرى بتتكرر كل عام، ويعني ده دليل على سيرته العطرة وانه مؤثر في نفوس الناس، وان هو كان نجم كبير في الكورة ونجم كبير في أخلاقياته ونجم كبير في تعاملاته الاجتماعية، وربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة في الدوري. وهيلعبها حازم، وحازم جوه المنطقة تعدي إكرامي ويحطها عماد سليمان جوه الجول، جوه الجول، جول التعادل للإسماعيلي. كورة حلوة رفعها حازم وتعدي إكرامي وقنبلة بدماغه عماد. دي كورة بتتلعب حلوة وسريعة واربع نقلات، وصبري المنياوي واوفر جميل قوي، محمد حازم يحط الكورة جوه الجول، يجيب جول التعادل بعد 5 دقايق. واتخطفت وقطعها محسن عبد المسيح، وماشي محسن عبد المسيح، ماشي جون 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 جون. برافو يا حازم. قطعها محسن عبد المسيح واداها لمحمد حازم في منطقه كويسه، نفس المكان بس في الزاويه الجوانيه. يبقى 2-0 على شمال حارس مرمى الاولمبي، 2-0 واتلعبت على طول، واللعيبه لسه بتجري ويقدر يشوط انما تطلع اوت. يا برافو يا حازم. اخذ انذارين على ايه؟ حمدي نوح انذار ومحمد حازم انذار، مش عارفين عملوا ايه. طويله هناك على طول لفوزي جمال الباك اليمين، ماشي مفيش حد معاه، فوزي ماشي وعايز يدخله جوه، برجعها تاني لحماده الرومي، وحماده بيسقطها ورا لخالد القماش ومعاه يكن وبيلعبها على طول خالد، بتروح لحازم وحازم بيلعبها لعماد سليمان وعايز يعمل الواو، بيلعبها طويله حلوه جول حازم. كوره حلوه قوي عماد سليمان سقطها بالمقاس لحازم عشان يخش في وسط دفاع نادي المقاولين ويجيب الجول التعادل لنادي الاسماعيلي. كوره حلوه قوي اللي فاتت دي برضو. 24 تعاد تاني ويخش حازم ازاي داخل وسط دفاع نادي المقاولين ويحط كوره حلوه على يمين علاء خالد. شاط وحماده المصري بتوصله وحماده يشوط يا سلام